تكملة لسلسلة الأخبار اللي هتضايقكم. للأسف النهاردة البنك العربي العادي اللي هو الأرب بنك بعت رسالة لكل مستخدميه إن تم وقف التعامل الدولي على بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري. يعني إيه؟ يعني أنت لو معاك بطاقة تبع حساب بالجنيه المصري خصم مباشر مش هتقدر تتعامل بيها دوليا، ومش هتقدر تتعامل بيها غير داخل مصر. طبعا كان من كام يوم البنك العربي الأفريقي بعت، والمصرف العربي الدولي بعت، وكمان يعني مش بس كده، ده كمان السي اي بي النهارده بعت لكل مستخدميه انه هيتم وقف التعامل الدولي على كل بطاقات الخصم المباشر، برضو لو هتتعامل على مواقع خارجية. طبعا سواء بقى حساب افراد او حساب شركات، يبقى انت كده معاك 5 بنوك: المصرف العربي الدولي، والبنك العربي، والبنك العربي الافريقي، والسي اي بي، وبنك الاستثمار العربي. وجد عليهم كمان البنك الأهلي المتحد بعت نفس الرسالة لكل مستخدميه. ومتوقع جدا إن في بنوك تانية هتزيد الفترة الجاية، أو أضعف الإيمان إن هي هتقلل الليمت. وطبعا تعامل دولي معناها إن أنت حتى لو مثلا بتتعامل على حساب إعلاني زي الفيسبوك أو الجوجل أدز مثلا، والحساب ده بالجنيه المصري، مش هتقدر تخصم منه من الفيزا على الرغم إنه بيخصم بالجنيه، لكنه موقع دولي بالتالي مش هتقدر تتعامل عليه. لازم عشان تتعامل بالبطاقات دي على مواقع، لازم تكون المواقع دي مصرية، سواء بقى مواقع حكومية أو مواقع ضرائب أو سوبر ماركت أو أيا كان. المواقع دي مهم إن هي تكون داخل مصر. الحاجة التانية إنه كده التعامل بقى مقتصر في البنوك دي على الكريدت كارد. يعني لو عايز تعمل معاملة دولية هيبقى على الكريدت كارد، وكمان بيقللوا الليميت بتاعها. إما تفتح حساب بالدولار وتعمل فيه إيداع بالدولار بنفسك، وتصدر منه بطاقة خصم مباشر لو البنك بيدعم الموضوع ده، وتشتري بيه من خلال الإنترنت. غير كده مش هتقدر تتعامل في الفترة الحالية. هنشوف كده مع بعض إيه اللي هيحصل. ربنا يوفقكم جميعا. شكرا جدا يا جماعة على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.